جلالة الملك محمد السادس ما يدوزش خطاب بلا ما يذكر الجزائر. علاش؟ في خطاب عيد العرش اعلن على مفاجأة خربقات الصحافة الدولية والعربية. يتساءل العديد من الناس عن العلاقات بين المغرب والجزائر، وهي علاقات مستقرة تتطلع لأن تكون أفضل. كيفاش؟ المناورات العسكرية، وكل شهر هاز غوارديولا الشوافات يبلاني الهجوم عسكري ويشري الأسلحة الثقيلة. ما عرفنا واش غيضرب في اسكندر ولا باغي يبربق المملكة بسو 30 و 34، بل أكثر من ذلك جايب منظومة طور وبي ام 30 سمارت، وغيزيد يقفرها بمسيرات درون تركية وصينية كبير قدر ودبل في جي 700، حتى من الغواصات الحربية بحال الثقب الأسود واجدة تقول شافرين لهم الغاز. فتخيل أن هادشي كامل وقال لهم الملك في الخطاب ما كاين والو. العلاقات مستقرة جدا. هنا غتعرف وبالدليل أن الطنجرة كطيب في الكواليس، وساطة سرية كيشرف عليها الملك شخصيا مع القيادة الجزائرية وبمساعدة دول صديقة وشقيقة للمغرب والجزائر بجوج. هذا العاهل المغربي ذكي ما تيلعبش، يعني أن التصعيد العسكري وتهديدات الحرب ما كايناش. كذلك الدبلوماسية الملكية نجحات في خفض التوتر وكالمات حكام المرادية. وصلت القضية أن الرئيس الجزائري بنفسه قابل بالحل وحط دوسي المطالب الجزائرية تجاه المغرب. أيه دوسي بلا ما ينقزوا صحاب هاشتاغ طلبك مرفوض تريك تزطلوا والقوات. المهم غنعطيكم المفيد. اولا الخطاب الملكي ضربه موجعه لفرنسا وبعض القوى الكبرى اللي كتقلب على حرب مدمره في شمال افريقيا. غابر السوق المغرب والجزائر خوت مصادعين اياه، ولكن ما غتوصلش القضيه لنزاع مسلح عسكري. الملك محمد السادس اذكرها بالحرف، اما مره ما جوج ما عمر يقيس المغرب دوله الجزائر باي سوء او شر. ثانيا تحليل خبراء سياسيين فيه أن الملك كيوجد مفاجأة للعالم، هي إصلاح العلاقات والمفاوضات السرية بين قيادة الرئيس الجزائري عبد المجيد والدبلوماسية المغربية. ما غيخرج للصحافة والإعلام حتى تفك جميع النقط الخلافية بين البلدين. نبدأ بالمطالب الجزائرية. عندك يوقف التعاون العسكري والأمني مع إسرائيل وأمريكا، بالنسبة لهم تهديد حقيقي لوجود الجارة على شمال إفريقيا. هنا المغرب عطاهم ضمانات باللي التعاون ما غيمسش الجارة، وحتى انه ما غتبنى حتى قواعد عسكرية ولا غتحط اسلحة ثقيلة على الحدود وتكون موجهة للجزائر. لا وبالنسبة للعلاقات مع الافارقة والعرب المغرب غيلتزم بعدم التشويش على المصالح الجزائرية ومشاريعها في هذه الدول، بالعكس يكون تنسيق وتعاون في المجالات الاقتصادية في اطار سياسة رابح رابح، خاصة ان المغرب حاكمها في 39 دولة افريقية وعندنا مشاريع استثمارية وشركات خدامة تما. في المقابل المغرب حتى هو حاط دوسي عامر فيه شراكة اقتصادية وسياسية مغربية جزائرية في إطار وحدة إقليمية ومغاربية. وهنا تيركز الملك كل مرة على فتح الحدود، ونسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها ويتم فتح الحدود بين بلدينا وشعبينا الجارين الشقيقين. ما يمكنش تقول لي علاقات طبيعية والحدود مسدودة، الاقتصاد 0%، طيران محبوس. اش من علاقات هذه؟ فتح الحدود والتعاون المشترك اقتصاديا ضروري. عندك الغاز، عندي الفوسفات، عندك المعادن، عندي صناعة ومنتوجات مغربية، يعني تبادل اقتصادي ومنفعة مشتركة. اما الحاجة المهمة قضية الصحراء، المغرب كيقلب على حل في اطار مغربي جزائري، ولحد الساعة الجارة كتهرب وراه قالها تبون في خطاب. خاصنا نرجعوا العلاقات كما 1989 في لقاء الشاذلي والحسن الثاني، نخليو الدوسي الصحراء في الامم المتحدة. وهنا الخلاف، تراه ما يمكنش تحفر ليا وباغي تقسم بلادي، تمول منظمات غربيه ودعم عسكري للبوليزاريو. هذا راه الامن القومي للمغرب. ولا رديتوا البال حسب تقارير استخباراتيه الجزائر باغا تعطيه ضمانات بعدم الضغط السياسي على البوليزاريو وزعما ما يضربوش المغرب، وباللي غتعاون في حل داخل الامم المتحده. صافي المغرب سيدي كيقلب على رجوع سكان المخيمات وتفصل المخابرات الجزائريه قياده الجبهه، يا اما يرجعوا لتسيير الاقاليم الصحراويه مع خوتهم او لا يطلبوا اللجوء السياسي يضرقوا زلفتهم. المهم تمحى القضيه نهائيا. الجزائر ما باغاش حيت عليها ضغوطات من قوى كبار من الرئيس وقياده الجيش، منها اتفاقات سريه مع فرنسا روسيا والصين ودول اخرى. تبقى القضيه مجمده، توش الفرصه المطالب مغربيه بتندوف وبشار. الوقت الزمان هذا
خايفين لا يتقلبوا، فالدوسي مدكس وما غاديش يتفك بصفه نهائيه، لكن غنوصلوا على الاقل لاتفاق وجده برعايه الملك السعودي الراحل فهد. على الاقل هذا طموح الملك محمد السادس في الوقت الحالي. وغنعاود نقولها، المغرب ما خايفش نهائيا ولا كيحزر الجزائر. تحزار كيزاوق، هذه الهضره دخلتي الضاويه مع الحاجه زبيده. اما المنطق السياسي فيه علاقات، حمايه الامن القومي، تعاون في مختلف المجالات، والاهم مواجهه التهديدات الاقليميه المشتركه بحال مخططات التقسيم، التدخلات الاجنبيه، القوى الكبرى اللي كتسرق الثروات. السياسه ما فيها تحزار. شوفوا دول وسط افريقيا ونايضه فرنسا وامريكا، ها رئيس القلاب بوركينا فاسو ابراهيم تراوري حبس مناجم اليورانيوم على فرنسا، وغيجري حتى على الجيش الفرنسي يسد القواعد ديالها في البلاد. مالي حبسات جميع اشكال التعاون مع فرنسا. النيجر، غينيا، تا هما عاقبناه في الثروات والمشاكل اللي كتخلقها الدول العظمى، وحتى انهم غيتحدوا في اطار اقليمي لحمايه المنطقه جيوسياسيا وامنيا. ها هو اتحاد جنوب افريقيا، منظمه دول شرق افريقيا، الايكواس في غرب افريقيا. المنطقه الوحيده اللي ما متحداش هي منطقه المغرب الكبير. علاش مبلوكي الاتحاد المغاربي؟ علاش راسنا قاصح؟ هذا هو السؤال اللي كيطرح المغرب. اش من مصلحه عند قياده الجزائر في غلق الحدود وتشتيت العائلات؟ هاد الصداع والمشاكل ما فيه رباح لتا واحد. هنا غنجبد لكم الودن مزيان بخطاب الملك فاش قال ونفترض وقع اللي وقع في 94. كانت ديفو عشريه سوداء في الجاره، احداث اطلس اثني وهي السبب في غلق الحدود. لكن غا منطقيا، واش الملك محمد السادس مسؤول على القرار في التسعينات؟ الرئيس الراحل بوتفليقه والرئيس الحالي عبد المجيد مسؤولين على قرارات 94؟ لا، الماضي فات 2024. هذه تبدلات الوقائع السياسيه والاوضاع. هذا زمان التكنولوجيا، الوحده والتكتل. هذا الزمان خدامين الناس بالرباح، الكالكولاتريس ماشي بالعاطفه والانتقام. ضربتيني في 1963، قلبتيني في 1975، عوجتيني في 1980. من نيتكم واش غنوصلوا ل 2070 ولا 2190 وباقي غنهضروا على بومدين وشعارات الثوره وحرب الرمال؟ والحماق هذا نساوا صاحبي، على ربي شدكم الزهايمر. ما نبقاوش نسمعوا كان يا مكان في غابر الزمان واحد القلب تحشاليه، وراني مازال ما رديته. وصراحه اعترف بها الرئيس عبد المجيد، الراس الجزائري خشين. ولكن غنكونوا واضحين، نجاح الدبلوماسيه مع الجزائر مضمون، واللي شاف تاريخ المملكه والقدره في التعامل مع ازمات اقليميه ودوليه غيعرف ان الملك ديالنا ما تيهضرش غا هكاك. قال العلاقات مستقره وغترجع طبيعيه، غترجع فقط شويه د الوقت. والاهم كما ذكر الملك الوحده بيناتنا. حنا كشعب مغربي وكل واحد من اي بوزيسيون خاصو استعداد تام لتنفيذ اوامر قائد البلاد. الملك تيقول ضروري من اصلاح العلاقات، وبعد ثواني قليله تيشكر القوات المسلحه الملكيه. نغتنم هذه المناسبه لنوجه تحيه اشاده وتقدير لكل مكونات قواتنا المسلحه الملكيه على تجندها الدائم للدفاع عن وحده الوطن. زعما اتونسيون، فهم الميساج. عندك يقول شي واحد اننا خايفين ولا ما قادرينش على حمايه الصحراء وحدود البلاد. شوفوا القوه العسكريه والاستعراض في حفل الولاء، صف طويل غادي الضباط، شاد الزناقي وعمر شوارع تطوان. يعني تكمشوا بلا ما يزغبكم الله تقولوا ان طلب المغرب ضعف. حنا ماشي اريتريا ولا الصومال غنموتوا بالجوع او لا غنعانيو من اغلاق الحدود البريه. بالعكس، من 94 لدابا عاد مازال طور المغرب. غلقتوا الحدود، اش وقع؟ المغرب ما ماتش ليه الحوت ولا من كبار افريقيا. ايوا تكمشوا، ودوك الابواق الله يهديهم اللي كتدفع الجزائريين يكتبوا داك الهاشتاغ طلبك مرفوض. هادو ما باغيينش الخير للشعوب، هادو هما اصحاب الفتنه والشر. وراه الشعبين خوت وكل شي عايق بدوك المؤامرات، ومنهم جزائريين. خلاص كاع بانت في العافيه الغابات. كل شي كيحتقر النظام لانه رفض طائرات كناظير المغربيه. كل شي عارف ان بعض مسؤولي النظام ما باغيينش الخير للشعب وعاد يبغوه للمنطقه. وهنا وبكل ثقه غنقول لكم نهار يموتوا او يمشيو دوك الشراف اللي حاكمين الجاره من السبعينات، يجي جيل جديد من الشباب يشدوا المسؤوليه، غتقاد العلاقات ويتصلح الكاس المهرس بالزز بحكم التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك. هلاو